السلام عليكم. في الفيديو ده هنستكمل كلامنا عن ال IoT Architecture، وهنبدأ نتكلم عن ال IoT Protocol. فزي ما قلنا في الفيديو اللي فات، إن أي سيستم IoT عندي لازم يتوفر فيه الثلاث أجزاء الرئيسية: الديفايس وال IoT Protocol والسيرفر. اتكلمنا في الفيديو اللي فات عن الديفايس، وقلنا إن هو ممكن يكون آب أو هاردوير. الهاردوير عرفنا إيه هي السنسورات والأكشويتر. النهارده بقى هنبدأ نتكلم عن البروتوكول اللي بتستخدم في الاي او تي. في البداية، ايه هو البروتوكول او ايه معنى كلمة البروتوكول؟ البروتوكول يعني سواء كان في آه، مجالنا او اي مجال تاني، معنى كلمة بروتوكول هي الرولز او الستبس اللي انا بعملها وقت لما انا اجي اتكلم مع حد تاني. مجموعة من الخطوات انا بتبعها وانا بتكلم مع حد تاني، يبقى هي السيت اوف رولز اللي انا بطبقها وانا بعمل كوميونيكيشن بين تو او مور ديفايس او كمبيوتر. انا لو عندي الكمبيوتر A كمبيوتر B، الاثنين دول عايزين يكلموا بعض، ما ينفعش يروحوا يكلموا بعض على طول. لازم اتفق واخلي كل واحد يكون عارف ايه الطريقة اللي هكلم بيها التاني. يبقى لازم يكون في قوانين تحكم طريقة الكلام ما بينهم. طب في الاي او تي بقى، البروتوكول هو الطريقة اللي انا بظبط بيها الرسالة اللي انا ببعتها علشان ابعتها على الانترنت. ده المفهوم البروتوكول بشكل مبسط يعني. يبقى هو a set of rules defined for each step and processed during communication between two or more computers. تمام. من اشهر البروتوكولات عندنا واللي ممكن يكون معظمنا استخدمها او كلنا بنستخدمه اصلا، هو ال HTTP بروتوكول. ال HTTP بروتوكول لما انا باجي بفتح صفحة الانترنت، او انا بفتح البراوزر بتاعي عايز اي موقع، فيسبوك، لينكد ان او اليوتيوب حتى، فانا بكتب الاسم بتاع الموقع اللي انا عايزه في شريط البحث، وبعدين بضغط انتر. انا كده بشتغل بال HTTP. فانا ببعت ريكويست للسيرفر، وبعدين السيرفر يدور على الحاجة اللي انا كاتبها ويبعتها لي، يبعت لي ريسبونس في الصفحة اللي انا كنت عايزها. ال HTTP هو ريكويست ريسبونس بارادايم، مبني على فكره الريكوست ريسبونس. انا لما بكون عايز حاجه من السيرفر، فانا ببعت له ريكوست واستنى السيرفر لما يرد عليا بالريسبونس بتاعه. في فلاتر مثلا، احنا ممكن نكون استخدمنا الفاير بيز، وانا بتكلم مع الفاير بيز فانا ببعت له ريكوست، ببعت للفاير بيز ريكوست انا عايز الداتا اللي موجوده عندي، وبعدين الفاير بيز بيرد عليا بريسبونس. سواء بقى الفاير بيز او اي باك اند احنا يعني اشتغلنا بيه. فده كده ال HTTP باختصار يعني. طب هل ال HTTP هو ال IoT بروتوكول اللي احنا بنستخدمه؟ في الحقيقة لا، مش هو ال IoT بروتوكول اللي احنا بنستخدمه. قبل ما اقول هو ايه البروتوكول بقى اللي احنا بنستخدمه، احنا لازم نعرف ليه احنا مش بنستخدم ال HTTP. خلينا نرجع كده ورا شوية ونروح للديفايسز اللي بتتوصل على الانترنت. لو جينا مثلا نشوف السنسورز دي، فاحنا هنلاقي ان السنسور دي كلها او معظمها بيشتغل على باور قليلة جدا جدا. يعني مثلا السنسور الموجود هنا ممكن تشتغل على 5 فولت أو على 3 أو 3 من 10 فولت. يعني سواء ده متوفر لها أو ده متوفر لها، هي بتشتغل عليه. ده معناه إن السنسورز أو الأي أو تي ديفايسز بتبقى لو باور. أنا مش محتاج إن أنا أوصل لها باور كبير. ده أنا ممكن أوفر لها باور من خلال البطارية مثلا. في كيسز بقى، في حالات في الأي أو تي سيستم انا ما ينفعش اصلا افضل كل شويه اغير البطاريه بتاعتي. مثلا لو انا كان عندي صحراء مثلا، والصحراء ديت انا حاطط فيها اي او تي سيستم لاي سبب ما، انا عايز اعرف معلومات من الصحراء دي، فانا حاطط فيها اي او تي سيستم. انا مش كل يوم او يومين هروح ابدل البطاريات بتاعه السيستم بتاعي، ما ينفعش. فبالتالي ان الاي او تي سيستم او الاي او تي ديفايس لازم يكون بيقدر ان هو يوفر في الطاقه اللي هو بيستخدمها. ايه بقى معنى ان هو يوفر في الطاقه؟ معناها ان هو ما ينفذش بروسيس كبير او كتير علشان مش تستهلك باور منه. وبعدين البطاريه بتاعته اللي هي ان هي بتخلص بسرعه.
هنا بقى المشكله ان ال HTTP لما بستخدمه مع الاي او تي ديفايسز هو بيعمل لي بروسيس كتير، بيخليني استهلك باور كتير، فبالتالي مش هيكون احسن حاجه ان انا اشتغل بال HTTP وبعدين الاقي البطاريه بتاعتي بتخلص بسرعه. طب ايه بقى اللي بيحصل؟ هنلاقي ان ال HTTP هو اوفر هيد. يعني ايه الاوفر هيد؟ اوفر هيد ان هو بيضيف لي على المسج الرئيسيه بتاعتي او البيلود اللي انا ببعته، بيضيف لي على هيدرز وميتا داتا بتاخد لي حجم على الفاضي وانا في غنى عنها. يعني انا ممكن ابعت المسج بتاعتي وتأدي الغرض من غير كل الهيدرز دي في بروتوكولات تانية يعني، انما في ال HTTP هو بيضيفها لي وانا مش عايزها، فبالتالي ده بيعمل لي اوفر هيد، هيعمل كونسيوم للباور بتاعتي، فالجهاز اللي انا موصله البطاريه بتاعته هتخلص بسرعه. فدي مشكله. تاني حاجه هو هاي ليتنسي. ليه هو هاي ليتنسي؟ لان ال HTTP هو ريكوست ريسبونس بروتوكول. ايه معنى كده؟ ان انا لما ببعت ريكوست، انا كاي او تي ديفايس لما ببعت ريكوست للسيرفر بتاعي انا بستنى السيرفر يرد عليا. الجزء بتاعي يستنى ديت ما ينفعش تكون موجوده في الاي او تي سيستم. الاي او تي سيستم ممكن تكون ريال تايم، انا عايز في الوقت على طول الداتا بتاعتي تكون موجوده. انا براقب درجه حراره، انا براقب مكان مثلا، كاميرات، انا عايز اعرف مسافه معينه. لو مثلا عندي عربيه وفيها سنسور بيعرف المسافه بينها وبين العربيه اللي قصادها، فانا عايز في الوقت الحالي المسافه تكون موجوده، مش استنى 3 ثواني او 4 ثواني او حتى ملي سكند. الموضوع هيكون خطر ان انا بعد لما اتخبط او بعدين الاقي ان في مثلا على الموبايل ابلكيشن بتاعه او على الشاشه اللي موجوده في العربيه ان خلي بالك ده انت جربت من العربيه اللي قدامك، فده ما ينفعش. ففي الاي او تي سيستم في التطبيقات او في الكيسز اللي عايزه ريال تايم، ال HTTP مش هيكون احسن حاجه، لانه بيعتمد على البارادايم بتاع الريكوست وريسبونس، وده مش احسن حاجه عندي ان انا استخدم. هل انا مش بستخدم الاي او تي خالص؟ لا، هو انا بستخدمه في تطبيقات معينه، وفي منه فيرجن متعدله متصممه على ان هي تشتغل في الاي او تي سيستم، اللي هو الكواب كونستريند ابلكيشن بروتوكول. ده انا بقدر استخدمه في الاي او تي سيستم. هنا بقى نروح للبروتوكول اللي احنا عايزين نتكلم عليه، وان شاء الله ده البروتوكول اللي احنا نستخدمه في الفلاتر ابلكيشن بتاعنا. البروتوكول ده اسمه الام كيو دي تي. اسم البروتوكول هو الام كيو دي تي. ايه معنى الاسم ده؟ في جزئين، جزء بيقول او في فريقين. فريق بيقول ان هو الام كيو دي تي ده اختصار ل ام كيو تليمتري ترانسبورت، اللي هو ام كيو هو اختصار لام كيو تليمتري ترانسبورت، التي تي هي تليمتري ترانسبورت. وفي ناس بتقول لا، هو ام كيو دي تي اختصار لمسج كيو تليمتري ترانسبورت. الام كيو اللي في الاولى ديت هي نسبه لبرودكت كان من شركه اي بي ام، كانت البرودكت ده اتعمل وقت لما كان الام كيو دي تي بيتعمل. ففي ناس بتقول ان هو الام كيو هي اختصار لام كيو نسبه للبرودكت بتاع شركه اي بي ام، وفي ناس بتقول لا، هي اختصار لمسج كيو. هو يعني الاثنين صح، وهتلاقي ده مستخدم وده مستخدم. هو الام كيو دي مش الكيونج وبس، هو الكيونج وكذا حاجه كمان يعني، فهو يعني ابعد ما يكون الى الكيونج مثل. يعني ايه هو بقى المثل الكيونج تليمتر ترانسبورت؟ هو كلاينت سيرفر publish subscribe message transport protocol. It's a lightweight, open, simple and designed so as to be easy to implement. ايه معنى بقى الكلام ده؟ خلينا كده ايه نمسك جزء جزء ونبدأ ايه نفسر. الكلاينت سيرفر ان الكونكشن هيكون بين كلاينت وبين سيرفر، وبعد شوية هنعرف هو السيرفر ده ليه اسم تاني. publish subscribe بيعتمد على بارادايم publish subscribe على عكس ال HTTP اللي كان بيعتمد على الريكوست ريسبونس. ايه بقى معنى البابلش سبسكرايب؟ هناخد المثال اللي موجود عندنا ده. السيرفر هو اسمه بروكر، الكلاينتس اللي عندي بتتوصل بالبروكر ده. فانا مثلا لو هاخد كيس اللي احنا هنعملها في الموبايل ابلكيشن، لو انا عندي موبايل ابلكيشن بيعرض لي درجة الحرارة اللي موجودة في الأوضة بتاعتي، فأنا محتاج جزئين. الجزء الأول الموبايل بتاعي والابلكيشن الموجود على الموبايل، والجزء الثاني السنسور اللي بيقيس لي درجة الحرارة. في الحالة العادية أو الحالة المنطقية بتقول إيه؟ إن أنا عندي السنسور اللي بيقيس لي درجة الحرارة مثلا، هيجرى الداتا وبعدين يبعتها على الموبايل ابلكيشن.
والموبايل ابلكيشن هيعرضها لي. الام كيو تي مش بيقول كده، هو ما بيشتغلش كده. بيعمل ايه؟ بيقول لك لا، انت كسنسور او كاي او تي ديفايس انت مالكش دعوه بالابلكيشن، انت هتكلم حاجه اسمها بروكر. يبقى انا عندي الابلكيشن والاي او تي ديفايسز هي مفصوله عن بعضيها، محدش يعرف ان التاني موجود اصلا. فالكونكشنز ما بين الكلاينتس هو اسynchronous، مش لازم يكونوا الاثنين موجودين في نفس الوقت، مش لازم يكون هم عارفين ان هم موجودين. يبقى دي كده اول نقطه عندي. الاي او تي ديفايس ده لما يبعت الداتا هيبعتها على بروكر. البروكر ده هو سيرفر على الانترنت بيخزن الداتا اللي انا ببعتها له. طب هبعتها له ازاي؟ انا هعمل له ببلش بالداتا اللي انا بعتها. انا كموبايل ابلكيشن بقى عايز اعرف الداتا دي، عايز اعرف درجه الحراره، انا هروح اعمل سبسكرايب على الداتا اللي الاي او تي ديفايس اللي هو التمبريتشر سنسور ده بعتها لي. انا هروح اعمل عليها سبسكرايب، هشترك فيها. فبالتالي اول ما التمبريتشر سنسور يبعت لي داتا هيجي لي نوتيفيكيشن، او هتجي لي اصلا الداتا دي تتعرض عندي على الموبايل ابلكيشن في المكان اللي انا مخصصه له. الموضوع بالظبط زي اليوتيوب، لما انت تكون عامل سبسكرايب على قناه واثنين وثلاثه، في اي فيديو يترفع على احد القنوات اللي انت عامل عليها سبسكرايب هو هيجي لك يظهر عندك ان القناه دي رفعت فيديو. الاي او تي ديفايس هو بيبلش داتا، والابلكيشن بيعمل سبسكرايب على الداتا دي. ممكن كمان نفس الحاجه تعمل ببلش وسبسكرايب، او ممكن تعمل سبسكرايب بس، او ممكن تعمل ببلش بس. الاثنين مسموح بهم عادي. اللايت ويت بقى هو خفيف، طبعا خفيف علشان يحل مشكله الكونسيوم بتاعه الباور. هو انا مش عايزه يكون تجيل يحط لي هيدرز وميتا داتا تعمل لي كونسيوم في الباور. لا، هو انا عايزه يكون خفيف. open simple and designed to as to implement. هو هنلاقي ان هو معمول امبلمنت باكتر من لغه، جافا، سي شارب، بايثون، دارت. كمان هنلاقي ان هو معمول امبلمنت، هو سهل ان احنا نعمل له امبلمنت. ايه بقى الحاجات اللي انا عايز اهتم بيها كفلاتر ديفلوبر في الام كيو دي تي؟ في عندنا كذا حاجه لازم نكون عارفينها. الباكت اللي بتتبعت للبروكر بتاعنا، او المسج بقى كلها كده لما بتتبعت للبروكر بتاعنا، انا بحط فيها كذا حاجه، او لازم احط فيها كذا حاجه. في حاجات اوبشن، وفي حاجات لازم ان انا احطها. اول واهم حاجه التوبيك. سؤال مهم، انا لما بعمل ببلش بعمل ببلش على ايه؟ ولما بعمل سبسكرايب بعمل سبسكرايب على ايه؟ ده سؤال لازم يكون احنا فكرنا فيه. انا عندي البروكر اهو، وادي في عندي سنسور، ولا عندي الديفايس. احنا قلنا ان السنسور ده مش شايف الابلكيشن ده او اللابتوب، مش شايف، هو بيبعت داتا وخلاص. حتى لو كان اللابتوب مش متوصل بالإنترنت، حتى لو كان الابلكيشن اللي احنا عاملينه مش متوصل بالإنترنت، هو برضه السنسور هيفضل يبعت الداتا اللي هو بيجراها، هيبعتها للبروكر. طب هيبعتها فين بقى للبروكر؟ هيبعتها على حاجة اسمها توبيك. التوبيك ده زي العنوان اللي أنا بخزن فيه الداتا أو ببعت عليه الداتا، هو بيكون حاجة بالشكل ده. فمثلا في الكيس بتاعت الموبايل ابلكيشن اللي هو سمارت هوم اللي احنا هنعمله، هو بيكون مثلا هوم كيتشن لامب 1. فانا بقول لك ان اللمبه اللي موجوده في الكيتشن في المطبخ اللي موجوده في المنزل بتاعي. خلاص انا كده عرفت اللمبه. لو انا مثلا عندي تمبريتشر سنسور موجود في الليفنج روم، فانا هقول مثلا هوم سلاش ليفنج روم سلاش تمبريتشر سنسور. طيب ده التوبيك اللي انا بحدده لما بعمل ببلش للداتا، بقول له انت هتعمل لي ببلش للداتا على التوبيك الفلاني. طيب لو انا بقى عايز اعرف الداتا اللي انا عملت لها ببلش، هروح اعمل سبسكرايب على نفس التوبيك اللي عليه الداتا دي. يبقى البروكر جواه كده التوبكس اللي احنا بنعمل عليها ببلش وسبسكرايب، سواء انا كنت هببلش عليها داتا هرفعها، او ان انا عايز اعمل عليها سبسكرايب استمع للداتا اللي بتوصل لي. مثلا لو انا كنت بعمل ببلش لداتا وحصل فيلير للداتا داتا وهي رايحه، ايه اللي المفروض يتم في الحاله دي؟ هل البروكر المفروض ان هو ما يهتمش ان الداتا وصلت او ما وصلتش، ولا ان هو لازم يسالني هل انت عملت ببلش ولا انت ما عملتش ببلش؟ وحتى كمان لو انا بعمل سبسكرايب، لو انا عامل سبسكرايب والبروكر بيبعت لي داتا، هل برضو البروكر مهتم ان هو يسالني الداتا وصلت لك ولا ما وصلتش، ولا هو بيبعتها وخلاص؟ فهنا بتيجي حاجه مهمه اسمها كواليتي اوف سيرفيس ليفل. الكواليتي اوف سيرفيس دي بتحدد لي
ايه اللي المفروض البروكر يعمله علشان يتأكد هل الداتا وصلت ولا ما وصلتش؟ هي لها ثلاث قيم. أول قيمة صفر، بعدين واحد، بعدين اتنين. صفر معناها at most once، إن في الحالة دي بقول له أنت مش محتاج تتأكد إن الداتا وصلت ولا لأ، أنت بس ابعتها وخلاص. يعني أنا هبعت لك الداتا خلاص، مش لازم هي لو وقعت في النص فمش لازم أنت تسألني هي وصلت ولا لأ. مش مهتم إن هي توصل ولا لأ. بالمعنى كده إن أنا مش عايز أصلا الكواليتي أوف سيرفيس خالص. ده لو أنا كنت حاططها ابسط. طب واحد، اتليست وانس، هي على الاقل مره واحده، فانا هبعت لك الداتا وبعدين هبعتها تاني وابعتها تالت وابعتها رابع لحد لما ترد عليا هي وصلت ولا لا. يبقى اتليست وانس ديت هي على الاقل مره واحده، بس ممكن تكون مرات كتير جدا، يعني فيها تكرار للداتا بتاعتي. اكزاكتلي وانس دي بقى رقم اتنين، وهي ان انا لازم ابعتها لك واتاكد كمان ان هي اتبعتت مره واحده. انا ما ينفعش يكون فيها تكرار، هي هتوصل وهتوصل مره واحده. يبقى دي الثلاث مستويات بتاعه الكواليتي اوف سيرفيس، بتتاكد لي هي الداتا بتاعتي او البيلود وصل ولا ما وصلش. بالثلاث طرق دول: صفر ان هي اصلا مش مهتم، واحد اللي هي توصل وممكن توصل متكرره، اتنين هي لازم توصل وتوصل مره واحده. لو انا مثلا بشتغل هاخد انهي واحده فيهم؟ اكيد مثلا هناخد رقم اتنين لانها احسن حاجه بتتاكد ان الداتا وصلت. بس طبعا ده ما ينفعش. ليه؟ لان اي بروسيس زياده هتاخد من الباور بتاعتي، هيحصل فيه اكسكيوشن زياده على السي بي يو كده، فهياخد من الباور بتاعت الاي او تي ديفايس. فانا ممكن استخدم في حالات فيها صفر، في حالات فيها واحد، وفي حالات فيها اتنين، حسب الكيس بتاعتي اللي انا بشتغل عليها. ندخل بقى على الريتيند مسج. ايه هي الريتيند مسج دي؟ ناخد مثال. لو مثلا انا عندي السنسور بتاع الووتر سنسور، السنسور زي ما قلنا ان هو مش شايف الموبايل ابلكيشن ده، او مش شايف اللابتوب او الديسكتوب ابلكيشن. هو بيبعت الداتا، بيعمل لها ببلش على البروكر. لو اللابتوب ده كان مفصول على الانترنت او مفصول من البروكر مش متوصل، لو اللابتوب ده كان اوف لاين، هل لما يرجع اللابتوب يتوصل تاني مرة على البروكر مفروض يشوف الداتا القديمة ولا لا؟ لو مثلا هو اتفصل ل4 ساعات، والووتر سنسور ده مثلا بعت في ال4 ساعات دول خمس ست سبعة داتا، مفروض اللابتوب ده يشوفهم ولا ما يشوفهمش؟ هنا احنا بنحدد الموضوع ده من خلال ان احنا نحط الريتيند مسج او الريتيند فلاج ده بترو او فولس. ان انا بحدد، اقول له ان انا هعمل لك ببلش لمسج، بس المسج دي تكون ريتيند. يعني ايه ريتيند؟ يعني اول ما السبسكرايبرز اللي عاملين سبسكرايب على التوبيك اللي انا ببعت عليه المسج اللي الريتيند دي يبقوا اونلاين، انت لازم تبعت لهم المسج دي. خلينا ناخد المثال. انا عندي الووتر سنسور بيبعت للبروكر داتا، فانا في مره كده وهو الووتر سنسور بيبعت داتا قلت له خلي بالك المسج اللي انت هتبعتها دلوقتي هي ريتيند. خلاص هي راحت للبروكر واتعلم عليها ان المسج ديت ريتيند. كان عندي في نفس الوقت ان اللابتوب ده اوف لاين، وبعدين بعد شويه اللابتوب بقى اون لاين. اول ما يدخل اون لاين الريتيند مسج هتتبعت لللابتوب على طول، على الرغم ان هي كانت مبعوثه من زمان من فتره زمنيه، الا ان اول ما اللابتوب بقى اون لاين وصل على البروكر بتاعي، البروكر عمل له ببلش للديتا اللي هو ايه كان عايزها اصلا. ده في حاله ان اللابتوب كان عامل سبسكرايب على التوبيك بتاع الووتر سنسور. يبقى الريتيند مسج او الريتيند فلاج اللي انا بحطه ترو او فولس. ترو لو انا عايز اخلي المسج دي على التوبيك اللي انا عايزه تكون ايه ريتيند. ان اي اوف لاين ديفايس كان عامل سبسكرايب على التوبيك ده اول ما يبقى اون لاين على طول المسج الريتيند ديت تحصل لها ببلش، تروح للجهاز او الاي تي سيستم او الاي تي ديفايس او اللابتوب او الابلكيشن، تروح له وتتعرض عنه، على الرغم ان الداتا ديت مبعوثه اصلا من قبل كده، مش ريال تايم. ده الريتيند مسج. طيب في حاله بقى ان لو كان الووتر سنسور ده هو اللي حصل له فيلير، الاتصال انقطع مثلا او البطاريه بتاعته خلصت او هو حصل بوظ او كده، هل محتاج اللابتوب يعرف ان هو شغال ولا لسه؟ ده برضه حاجه انا بحددها باللاست ويل اند تestament. اللاست ويل اند تestament ديت بتقول لي ايه؟ بتقول لي ان لو كان السنسور بتاعك او الاي تي ديفايس بتاعك ده
اول ما الكونكشن يحصل له فيلير، ففي مسج كده انت بتحددها للبروكر، بتقول له اول ما الاي او تي ديفايس ده يحصل له فيلير، انت اعمل لي ببلش للمسج اللي انا محددها لك من قبل كده، اللي هي اللاست ويل دي، لكل السبسكرايبرز اللي عاملين سبسكرايب عندي. فمثال، لو انا عندي البروكر وعندي مثلا سنسور بتاع تمبريتشر، وبعدين عندي هنا الموبايل ابلكيشن بتاعنا، ده بيبعت ديتا عادي، والموبايل ابلكيشن بيشوف الداتا دي، مش مشكله. ده بيعمل ببلش وده بيعمل سبسكرايب على التوبيك اللي اسمه مثلا اللي اسمه مثلا تمبريتشر، اللي اسمه تمبريتشر. طيب، في حاله ان ده حصل له فيلير، هو خلاص الكونكشن اتقطع، او اي سبب منعه ان هو يبعت داتا للبروكر، هل الموبايل ابلكيشن المفروض يعرف ولا لا؟ فانا بحدد هنا حاجه اسمها اللاست ويل مسج. انا بحط مسج اسمها لاست ويل انفستمنت، بتقول لي ايه؟ بتقول لي ان لو الكونكشن انقطع، فالبروكر على طول هيبعت المسج دي لكل الناس اللي عامله سبسكرايبر على التوبك بتاع التمبريتشر. فانا لو عندي موبايل ابلكيشن عامل سبسكرايب، هتتبعت له المسج دي، هتقول له بقى مثلا السنسور اصلا مش متوصل، فخلاص الموبايل ابلكيشن هيعرف ان السنسور كده مش متوصل، يبقى كده مش هيعرف ان مفيش اي ديتا هتجيله من السنسور. لو انا مثلا عندي لابتوب مش عامل سبسكرايب على التوك ده، فخلاص هو مش مهتم يعرف حاله السنسور، فمش هتتبعت له حاجه. فدي كده اللاست ويل اند تستميت، هي بتحدد لي ايه اللي يحصل، البروكر يتصرف ازاي لما الاي او تي ديفايس يحصل له فيلير او الكونكشن ينقطع. انا امتى بقى افاير اللاست ويل اند تستميت المسج دي؟ انا امتى افايرها؟ امتى البروكر يعرف ان الكونكشن ما بينه وبين السنسور انقطع، خلاص ما بقاش فيه كونكشن، الحاله بقى ديسكونكت؟ امتى يعرف كده؟ لما السنسور يبطل يبعت له داتا. فمثلا لو انا عندي البروكر اهو، وانا عندي السنسور اهو، السنسور ده مثلا المفروض يبعت داتا كل 3 دقايق مثلا. طيب الثلاث دقايق دول عدوا والسنسور ما بعتليش داتا، خلاص البروكر كده عرف ان السنسور اتفصل من عندي. هل ده سبب كفايه ان يكون السنسور، ان البروكر عارف ان السنسور فصل؟ هل حاله ان السنسور يبعت داتا او ما يبعتش داتا هي سبب كفايه ان البروكر يقول ان السنسور ده خلاص الكونكشن اتقطع بينه وبينه؟ لا، ده في الحقيقه مش سبب كفايه، لانه في بعض السنسورات او بعض الاي بي ديفايسز ان الحاله بتاعتها مش لازم كل شويه تبعت داتا، مش مهتم ان انا ابعت لك داتا، او الداتا مثلا اللي السنسور بياخدها هي متكرره. مثلا التمبريتشر سنسور كل شويه يجرى 23، كل شويه يجرى 23، فانا مش محتاج ان انا كل شويه ابعتها، كل شويه اعمل ببلش، ما هي الداتا مش جديده. فخلاص كده البروكر هيقول ان هو السنسور ما بقاش يبعت لي داتا، وكده الكونكشن اتقطع، على الرغم ان لسه اصلا التمبريتشر سنسور متوصل بالبروكر. بس كل الحكايه ان مفيش داتا جديده هو بيبعتها، درجه الحراره ما بتتغيرش، فهو مش محتاج ان هو يبعتها للبروكر. في حاجه بقى احنا بنحدد بيها ازاي السنسور هو الكونكشن اتقطع بينه وبين البروكر ولا لا، اسمها الكيبل لايف. الكيبل لايف دي بتقول ايه؟ الكيبل لايف هي فتره زمنيه انا بحطها. الكيبل لايف هي فتره زمنيه انا بحددها وبحطها عندي في الكونكشن ما بينه وبين البروكر. الماكسيمم بتاعها 18 ساعه و12 دقيقه و15 ثانيه. ايه اللي انا بعمله في الكيبل لايف؟ انا بقول للبروكر لو انت مش وصلتك داتا خلال فتره زمنيه اللي هي اسمها كيبل لايف، فانت اعتبر كده ان السنسور بتاعك ديسكونكت. يبقى انا عندي البروكر اهو وعندي السنسور. السنسور ده المفروض ان هو يبعت لي داتا، بس ما بعتليش داتا لمده كيبل لايف. كيبل لايف ده الفتره اللي انا محددها. فالبروكر هيعمل ايه؟ هيروح يبعت حاجه اسمها بينج، يعمل بينج على السنسور ده. لو رد عليه، لو السنسور رد عليه، فهو كده السنسور لسه متوصل، بس هو ما بيبعتليش داتا بسبب مثلا الداتا نفسها، فانا مش محتاج ان انا ابعتها كل مره. طيب لو السنسور ما ردش عليه، خلاص يبقى يعرف كده البروكر، يعرف ان السنسور بقى ديسكونكتد، ويفاير بقى اللاست ويل ادجستمنت مسج لكل السبسكرايبرز اللي موجود عنده. فالكيبل لايف درويد ديت انا بحطها، بحدد بقول للبروكر انت امتى هتبعت البنج للاي تي ديفايس بتاعك، علشان بناء عليها لو هو رد عليك، يبقى هو كده فعلا السنسور لسه متوصل، بس هو ما بيبعتش داتا، مش محتاج ان هو يبعتها. ولو ما ردش عليه، يبقى كده فعلا الكونكشن ما بينه وبين السنسور، ما بين كبروكر وبين السنسور، انقطع خلاص،
يبقى انا محتاج اعرف كل الناس اللي عامله سبسكرايب على السنسور ده، اعرفهم ان خلي بالكم ان السنسور فصل عندي، في مشكله. دول كده الحاجات المهمه في الام بي تي، واللي احنا برضه هنشتغل عليها في الفلاتر ابلكيشن بتاعنا. التوبيك ده عشان مهم، الكواليتي اوف سيرفيس مش في كل الحالات بيكون اتنين، ممكن صفر واحد اتنين عادي. الريتيند مسج مش مهمه برضه، مش لازم كل مسج ابعتها احدد ان هو لو اي حد كان اوف لاين اول ما يبقى اون لاين لازم توصل له، لا مش شرط عادي. واللاست ويل اند تestament لو انا عايز احطها بحطها، لو مش عايز خلاص. الكيبل لايف دي لازم احطها، بس بحطها كام بقى حسب الجزء بتاعتي بحددها، بس الماكسيموم هي 18 18 ساعه 12 دقيقه و15 ثانيه. كده نكون خلصنا الام كيو تي، يعني خدنا منه الجزء اللي احنا عايزينه، بحيث يخدم علينا في الموبايل فلوتر بتاعنا. وإن شاء الله في الفيديو القادم هنكمل بقى عن السيرفر والبلو. السلام عليكم.